العلامة الجزائري محمد بن شنب ظاهرة علمية نادرة الوجود. يعتبر العلامة الجزائري محمد بن شنب 1869-1929 ظاهرة علمية نادرة الوجود، ولا يزال بن شنب يثير أسئلة عميقة تستقر سيرة وعقلانية أول دكتور جزائري في تغيير الذهنيات. وشهدت أسماء وازنة بقيمة رينيه باسيه، مارتينو، البشير الإبراهيمي، سعيد الزاهري، أحمد توفيق المدني، وعمر راسم وغيرهم بعظمة بن شنب الذي جادل وأفحم العمالقة أمثال طه حسين وأحمد أمين والمستشرق الكبير مارجيليوس ومحمد عبده. راهن بن شنب على العقل كخيار وكمخرج المأزق الذي كانت تعيشه الجزائر، وارتضى أول جزائري يتحصل على الدكتوراه في الآداب، ذلك على حساب خيار العرفان التصوف وخيار السياسة مؤقتا، وموقنا أن الدخول إلى المعترك السياسي لا يتم إلا بعد النضج العقلاني. وكان بن شنب شبيها إلى حد بعيد في رؤيته بابن رشد، حيث كان يتواصل بعمق ووعي مع المشرق كجذور ومع الغرب كرجل حوار. قدم بن شنب نفسه كأحسن صورة للرجل العربي المسلم الجزائري الذي يتعاطى مع الآخر دون عقدة، بدليل الشهادات الكثيرة التي تشهد لبن شنب ببهاء المواقف ومحافظته على دينه ولغته وهويته. من جهة أثار الدكتور بالقاسم سعد الله في كتاب تاريخ الجزائر الثقافي ضرورة قراءة فكرة بن شنب وفق السياس الثقافي والاجتماعي والسياسي لتلك المرحلة، معتبرا أن الكثير من القراءات العاجية أخرجت العلامة بن شنب من هذه السياقات، في حين أن ابن بن شنب كان يصنع وبوعي مشاهد مستقبلية جزائرية، وكان يكرس كل وقته في تشكيل الثقافة العالمة في كل وقت. كانت جحافل الأخرى تزرع ثقافة الإعاقة وثقافات العفاريت والجن على حد تعبيره. أنتج بن شنب ما يزيد عن 50 كتابا في سائر العلوم باللغتين العربية والفرنسية، منها تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب، رسالة في المنطق، أمثال العوام في أرض الجزائر والمغرب، رحلة الورتيالاني، أبو دلامة، حياته وشعره، وشرح مثلثات قطب سنة 1907. كما له عدة تحقيقات وتنقيحات وترجمات وفهارس لكثير من نفس الكتب. وحينما عزم علماء الاستشراق على وضع دائرة المعارف الإسلامية سنة 1899، كان بن شنب العربي المسلم الوحيد بين 50 من المستشرقين. ولا تزال عدة كتابات ومخطوطات العلامة بن شنب غير معروفة، بعدما أقدم المستشرق الغربي هنري بيرير على شراء أكثرها قبل مغادرة الجزائر. وتبذل حاليا مساعي حثيثة لاسترجاع بقرة تثمين مآثر بن شنب وإسهاماته الغزيرة في تاريخ الجزائر الثقافي الحديث، حيث جمعت هذه الشخصية فذة ومتعددة الجوانب بين الأصالة والحداثة وبين التراث والمعاصرة، مظهرا وسلوكا وعلما.